الطاء والدال والتاء تخرج من المكان نفسه، تخرج من طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا، ونستطيع أن نرى ذلك من خلال اللوحة التعليمية الأولى في حلقتنا اليوم، التي تبين لنا بحول الله مخرج حرف الطاء. نرى على اللوحة قول الإمام الجزري: والطاء والدال وتا منه، وقلنا الضمير في منه يعود إلى طرف اللسان ومن عليا الثنايا. وبعد ذلك يقول: والصفير مستكن، هذا سنتطرق إليه بعد قليل إن شاء الله. مخرج الطاء كما نرى على اللوحة من طرف اللسان مع أصول يعني منابت الثنايا العليا. والثنايا كما قلنا سابقا هما السنان اللذان في مقدم الفم، السنان اللذان في مقدم الفم اسمهما الثنيتان، ويقال لها مجازا الثنايا العليا على صيغة الجمع. لاحظوا في الصورة أن طرف اللسان أين هو موجود؟ على منبت الثنايا العليا، منبت الأسنان الأمامية، الطاء. ولاحظوا بأن طرفا منه قد أغلق المكان الأمامية للفم إغلاقا كاملا. لما يقول الواحد منا فيجد بأن طرف اللسان قد أغلق مقدمة الفم عند أصول الثنايا إغلاقا كاملا. أرجو أن تحفظوا شكل اللسان هذا، وتلاحظوا بأن أقصاه مرتفع، بأن أقصى اللسان وهو الجزء الخلفي من اللسان مرتفع. بينما لو انتقلنا الآن إلى اللوحة التي تلي هذه اللوحة، وهي التي تبين مخرج الدال والتاء كما نرى الآن على اللوحة، فاللسان يقرع عند نطقه للدال والتاء المكان نفسه الذي يقرعه عند نطقه للطاء، ولكن لاحظوا بأن مؤخرة اللسان قد اختلف شكلها، لأن الدال لما نقول أدى، ولما نقول التاء التاء، فهذا المكان من الأمام هو والطاء مكان واحد، ولكن خلف اللسان أو بالأحرى مؤخرة اللسان يختلف شكلها بين الطاء من جهة وبين الدال والتاء من جهة. إذن الدال والتاء كما نرى على اللوحة التي أمامنا الآن هي أيضا من طرف اللسان ومن أصول الثنايا العليا، ولكن من غير ارتفاع لأقصى اللسان. هذا الذي قلته نستطيع أن نراه مقارنا في اللوحة التي أمامنا الآن، وهي تبين لنا مقارنة بين الطاء أو بين مخارج الطاء والدال والتاء كما نرى. الطاء على اليمين والدال والتاء على الشمال، وواضح الفرق في مؤخرة اللسان بين الطاء من جهة والدال والتاء من جهة، بينما الجزء الأمامي من اللسان وضعه واحد: الطاء، الداء، نفس المكان في الحروف الثلاثة، إلا أن مؤخرة اللسان تختلف.